السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب فيكم يا شباب مرة تانية. اليوم بدنا نبلش بالفصل الثاني. انتهينا من الفصل الأول وهلأ بدنا نبلش بالفصل الثاني. الفصل الثاني يا شباب مثل ما قلت لكم من قبل مهم جدا، فيه تفاصيل نظرية كتير. لازم من هلأ تفهموها وتحفظوها كويس مشان بالمستقبل لما بدكم تكفوا بالباثز لقدام عند الادمنستريتور وعند السولوشن اركيتكت. يعني هاي المواد النظرية بتكون مهمة بالنسبة لكم حتى تستفيدوا منها بالشيء العملي. تقريبا نحن عملي معنا كتير بهذا الفصل، عندنا شغلات بسيطة حنأجلها لبعدين. نحن بهمنا النظري بس حتى نتمكن منه، وبعدين حنبلش بالاشياء العمليه. الفصل هذا بيحكي عن شيء اسمه Describe Azure Architecture and Services، بيحكي عن خدمات وهيكليه ومعماريه الاجر بشكل عام. الموضوع يمكن التايتل شوي كبير او تفكروه معقد، لكن هو جدا بسيط. هذا الفصل فيه 4 وحدات 4 modules. اوكي، بنبلش فيه. خلينا نروح لعند أول وحدة. بدنا 1 2 3 4. أنا بس عم حاول دائما أعيد بهي الفكرة بس مشان ما تتخربطوا يا شباب. فبنبلش عند الأولى Describe Core Architecture Components of Azure. شو هي مكونات الآجر؟ حنقول له ستارت. بهذا الموديول حيحكينا عن شيء اسمه الريجن، عن الريجن بيرز، عن السوفرين ريجنز، حنحكي عن شيء اسمه الافيلابيلتي زون، حنحكي عن الداتا سنتر، حنحكي عن الريسورسز، وفي شيء اسمه ريسورسز جروبس، وفي شيء اسمه سبسكريبشنز، وفي شيء اسمه مانجمنت جروبس. هدول يا شباب كتير مهمين كشيء نظري، حتى لو اخذنا شوية وقت فيه نحن وعم نشرح، بس صدقوني هن كتير مهمين. لانه الافيلابيلتي زون او الداتا سنتر او الريجن، هاي كل مكون فيها بيفرق معك السيناريو تبعه كتير، يعني بشكل كتير كبير. تمام. السبسكريبشنز اللي هي اشتراكاتك ضمن الاجر كمان هي بتخربط كتير، فلازم انت تفهمها بشكل معمق لتعرف كيف الامور ماشيه. حنقول له اول شيء عمل لي الوات از مايكروسوفت اجر. شرحنا اكثر من مره انه هو عباره عن مكان بيعطيك الكلاود كومبيوتنج سيرفيسز، بيعطيك خدمات لاي شيء له علاقه بالخدمات الحوسبه، وهذا الشيء بيصير عن طريق الانترنت فبيسموه الحوسبه السحابيه. طبعا هو حكينا مرة كمان، حكينا انه المستقبل حاليا للكلاود، انت عم تبني الشيء اللي انت يعني عم تختار الشيء اللي انت بدك اياه حسب خياراتك وحسب الشيء اللي انت بتحتاجه بشغلك، وعم تقدر تعمل ميكس بين الاون بريم اللي عندك الداتا سنتر الفيزيكال اللي عندك وبين الكلاود، فعم تصير عندك بيئة عمل هايبرد. وبنفس الوقت مايكروسوفت عم تكون كتير ريالبل، موثوقة بموضوع انه الداتا تبعك ما يصير عليها اي شيء نهائيا، ما يصير في اي خرق لخصوصيتك ولا امانك. تمام. طبعا انا حتى فوت على اجر، حتى بلش استخدام اجر، انا لازم يكون في عندي اكاونت على مايكروسوفت. فمثل ما شايفين انا عندي لما بعمل ساين ان، انا بدخل بحساب المايكروسوفت تبعي. تمام. مثل ما شايفين انا هون عندي حساب هوت ميل، فعن طريق الهوت ميل انا الاكونت تبعي هو اللي بيخليني يكون على الاجر كلاود. بمجرد ما انا سجلت بالاجر كلاود انا هون صار في عندي اجر اكونت. تمام. طيب الاجر اكونت بخليك تبني ما يسمى السبسكريبشنز، الاشتراك. يعني انا مثلا عندي حساب الايميل، انا هلا بدي اشترك بالمايكروسوفت اجر، فبتاخذ شيء اسمه سبسكريبشن. ممكن يكون عندك سبسكريبشن واحد وممكن يكون عندك سبسكريبشن ثاني. يعني خلينا نقول مثلا انا عندي سبسكريبشن لقسم الاي تي، وفي عندي سبسكريبشن اشتراك ثاني للفاينانس، للماليه، قسم الماليه. فالاي تي السبسكريبشن تبعهم هن اللي بيعملوا من خلاله الكونفيجريشن، بيشتروا بيظبطوا الريسورسز اللي عندهم، بيظبطوا الفيرتشوال ماشينز، النتورك الى اخره. بينما الفاينانس السبسكريبشن تبعهم بيكون بس ليعرفوا الامور الماليه. يعني قسم الاي تي حيشتغل بس مو شغلته يدفع فلوس او يدفع اشتراكات، هاي الشغله بتركها للفاينانس. على سبيل المثال انه انتم جماعه الماليه نحن اشترينا هذا السيرفر واشترينا، انتم شغلتكم تعملوا مونيتورينج للامور الماليه وتحاسبوا مايكروسوفت، نحن ما لنا علاقه، نحن تكنيكال. طيب بقلب السبسكريبشن انا ما فيني مباشره اعمل كرييت لفيرتشوال ماشين ضمن السبسكريبشن. السبسكريبشن هو عباره عن شيء لوجيكال، يعني شيء عباره عن انه اشتراك. فانا بنشئ
شيء اسمه الريسورسز جروب. الريسورسز جروب يا شباب تماما كأنك انت عملت فولدر، وهذا الفولدر بقلب الويندوز حطيت بقلبه اغاني او افلام او مسلسلات او مستندات. فالريسورسز جروب هي عبارة عن مجموعة، عبارة عن فولدر، عبارة عن كونتينر خلينا نسميه، وبقلبه انا شو بحط بقلبه؟ بحط بقلبه فيرتشوال ماشينز اللي هي السيرفرات، بحط بقلبه النتورك ريسورسز، بحط بقلبه ستورج ريسورسز، بحط بقلبه اي شيء انا بعمله بيرتشيس، اي شيء بشتريه من او بشترك فيه او انا بعمل له كونفيجريشن، انا وين بحطه؟ بريسورسز جروب. الريسورسز جروب انا بعملها مثلا فيني اقول انا والله قسم الاتش ار بدي احط بقلبه المستخدمين والكمبيوترات بهي الريسورسز جروب. في عندي قسم تاني قسم المالية، أنا بحط لهم الريسورسز جروب تاني لحالهم. في عندي قسم الإدارة مثلا بعمل لهم الريسورسز جروب، يعني عبارة عن محتوى مجلد أو عبارة عن كونتينر، وبقلبه موجود عندي اسماء المستخدمين، كمبيوتراتهم، والكونفيجريشن تبعتي. طبعا بالريسورسز جروب الوحده انا ما فيني، يعني ما بمشي الحال انا زي يكون عندي هون سيرفر او عندي كمبيوتر يكون موجود على اكثر من ريسورسز جروب، لا، فانا اذا كان عندي كمبيوتر موجود بهي الريسورسز جروب لا يمكن ان يكون موجود بنفس الكمبيوتر بريسورسز جروب ثانيه. ومثل ما شايفين الريسورسز جروب شو في عندي ريسورسز هون محطوطه، والله هون في عندي مثلا انا الكونفيجريشن، هون في عندي داتابيز، هون في عندي كمبيوترات الى اخره. هي الكونسبت الكامله للاجور كلاود. فانا في عندي ممكن يكون عندي اكثر من سبسكريبشن. والريسورسز جروب هي بنرجع اجين بنعيد ان هي عباره عن كونتينر بنحط بقلبه الريسورسز. طبعا كل ريسورس، يعني هذا الريسورس اللي شايفينه هون بينتمي لهي الريسورسز جروب، ما بينتمي لهي ولا دخلوا بهي. اوكي طيب الريسورسز جروب الوحده ممكن تكون تابعه لسبسكريبشن واحد، يعني هدول التنتين تابعين لهذا السبسكريبشن، بينما انا فيني اعمل اكثر من 6 سبسكريبشنز على نفس الاكونت اللي هو الاجر اكونت. تمام، هي الفكره شوي بتخربط، لكن بس افهموها بهي الطريقه اموركم بتصير تمام. هون عم بيقول لي بده يعمل كرييت لاجر اكونت مثل ما اتفقنا، هذا الشيء عملي انا حاحكي فيه لبعدين. وللعموم هاي المعلومات مهمة بالنسبة للي بيعمل اكاونت على اجر. انت حتاخد دخول مجاني لمنتجات اجر ل 12 شهر. يعني انت بمجرد ما تعمل اكاونت على اجر تساوي حساب هوت ميل او اوتلوك وتفوت على الاجر وتشترك في عندهم بالسبسكريبشن تبعهم، حتاخد اكسس على معظم او اشهر المنتجات بالاجر لمدة 12 شهر. طبعا حيعطوك كريدت كارد لمدة 30 يوم، يعني خلال هال 30 يوم حيحطوا لك $100 تقريبا، هاي انت فيك تشتري فيها او فيك تشترك بريسورسز معينة. واكيد في عندك اكسس لاكثر من 25 برودكت، هدول تشارج فور فري، يعني ما بتدفع شيء عليهم. اما اذا كنت طالب حتاخد نفس الاكسس لكن حيعطوك كريدت لمدة 12 شهر، وحيكون دخولك فقط للشغلات اللي علاقة بالديفلوبر والسوفت ويرز وهالقصص، يعني ديفلوبمنت والسوفت ويرز وهالقصص. تمام، لذلك نحن لقدام شوي حنعمل كورس، حنعمل سيشن عمليه نشوف كيف السبسكريبشن بصير وكيف نحن بنعمل كرييت الاكونت وكيف بنشترك. طبعا الساند بوكس هو عباره عن محاكي، يعني انت بدل ما تروح تحمل اشتراك وتفوت بهي التفاصيل، فيك انا عن طريق الساند بوكس تعمل تيست او تعمل محاكاة، يعني فيك بس بتعمل له ساين ان وبتعمل له اكتيفيشن وبتشتغل. فهنا كانوا بيعطوك كمبيوتر وانت بتشتغل من خلاله. فكرته ظريفة وحلوة، كمان هي بالمستقبل لقدام بنحكي فيها. هون هلا بدنا نحكي عن describe Azure physical infrastructure، يعني شو هي البيئة الفيزيائية الموجودة في الآجر. أول كلمة حكيناها نحن لما بلشنا بالكورس الداتا سنتر. فمايكروسوفت فعليا هي عندها داتا سنترز. كم داتا سنتر عندها؟ بالآلاف، يعني منتشرين حول العالم. هلا بنشوف خريطة الزونز الموجودة عند مايكروسوفت وبنعرف شو هي. فبداية الانفراستراكشر عند مايكروسوفت هي داتا سنتر واحد. تمام؟ طيب مجموعة الداتا سنترز ممكن يكونوا بشيء اسمه زون. فأنا عندي داتا سنتر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فأنا هون عندي مثلا 9 داتا سنتر موجودين بمنطقة واحدة بسموها زون، يعني بمكان جغرافي واحد بمنطقة واحدة بسموها زون. وهي الزون ممكن تكون مرتبطة بزون تانية ومرتبطة بزون ثالثة. خلينا نقول مثلا هذا الزون مثلا في دبي، هذا الزون موجود في أبو ظبي، وهي الزون موجودة مثلا في الشارقة. تمام؟
طيب هذا الداتا سنتر موصول مع هذا الداتا سنتر، ضمن الزون الوحده الداتا سنترز موصولين مع بعض، بحيث اذا وقع واحد فالثاني بيشيله. هي فكره الزون. فالافيلابيلتي زون شو بتقول لك؟ انا عم بعطيك داتا سنتر مو واحد، انا عم بعطيك داتا سنتر انك تستاجره من عندي، بس انا فعليا مأمن حالي عندي بدل الداتا سنتر عندي مثلا بالزون الواحده اكثر من داتا سنتر، ممكن يكون عندي داتا سنتر واحد او اكثر. تمام؟ وطبعا كل زون موجوده بهالمنطقه مربوطه مع بعض. طب شو الفكره من هاي الزون؟ ليش عندي 3 زون بنفس الريجون اللي هي الامارات؟ خلينا نقول لانه ممكن الكهرباء بدبي تنطفي، ممكن يصير في عاصفه رمليه تاثر مثلا على جوده الداتا سنتر الموجوده، ممكن يصير اي فيلر ما بنعرف، فتبعت ابو ظبي بتشيل، وكمان بنفس الوقت تبعت الشارقه بتشيل. فانا مايكروسوفت اخذ احتياطاتها ب 2 باك ابس فور يو على مستوى الريجون الواحده. تمام؟ طيب هاي منطقه الامارات ضمن الريجون الواحده. طب هم بالسعوديه موصولين مع بعض، اذا صار خط الانترنت الدولي اللي فايت على الامارات لا سمح الله صار في عليه اي اشكاليه، هل انتهت الامور؟ قال لا، بيرجع بشيل من ريجون ثانيه اللي هي السعوديه. فالريجون هي عباره عن منطقه جغرافيه كبيره بقلبها في عندي اكثر من زون، وبالزون الوحده في عندي اكثر من داتا سنتر على مستوى القارات احيانا بتصير. اوكي؟ طبعا هاي الزون هاي الريجن اللي هي الامارات موصول مع هاي الريجن اللي هي السعوديه على سبيل المثال عن طريق شيء اسمه الريجن بيرز، موصولين مع بعضهم بكابلات فايبر يعني بوسائل اتصال معينه. تمام يا شباب؟ مفهوم الفكره؟ اذا داتا سنتر، بعدين في فوق منه زون اللي هو مجموعة الداتا سنتر، بعدين بيجي عندي مجموعة الزونز اللي هي بتشكل ما يسمى الريجن. الريجن قد تكون ضمن دولة واحدة، ممكن تكون ضمن قارة، وممكن تكون ضمن بلد واحد فقط، يعني حسب. هلا نحن بنشوفهم. إذا جينا على مايكروسوفت، إذا جينا نكتب مايكروسوفت zones and region around the world، خلينا ناخذ صورة مثلا. شوفوا هاي الصورة، شايفين هاي الصورة؟ هاي كلياتها region and zones. فبتلاحظوا عندي مثلا هون بالساوث انديا، عندي بيو اي اي نورث، يو اي اي سنترال، هاي كل نقطة بيناتهم إذا بتلاحظوا كاتب لك الزونز افيلابيلتي زون اللونها أحمر، اللون أزرق هي الريجن، وبكل ريجن في عندي عدة زونات. شايفين؟ في عندي أكثر من 54 يمكن زون، آخر وحدة انبنت صارت بدبي. وبدبي هلا طبعا هاي القائمة عم تتحدث يوم بعد يوم، لأنه مايكروسوفت كل يوم عم تطور. فبتلاحظوا أنه مخدمات مايكروسوفت أو الريجن والزونز اللي عندها يعني كلها هي موجودة حول العالم. هاي مثلا كاتب لك announced region، فلاحظوا أنه الزونز والريجن موزعين حول العالم. في شيء منهم مثلا لساته قيد البناء، في شيء منهم موجود مبني، وهكذا. في عندي شيء اسمه 7 regions، هي عبارة عن regions لكن معزولة، يعني بعيدة عن الباك بون تبعت مايكروسوفت. هي بتكون مثلا للحكومات، للدول، مثل مثلا حكومة أمريكا أو للصين، منطقة الصين أو اليو اس government. هي مثلا إلها regions خاصة فيها، ما بتكون يعني بتكون للحكومات فقط أو بتكون للأعمال السرية. شايفين كيف شارحينها؟ أنه أنت عندك subscription Azure account، عملت للديفلوبرز subscription، وعملت subscription للتيست، وعملت للبرودكشن subscription، وعم بشرح لك الفكرة كيف بتصير، وعملية الدفع والأكسس اللي بتصير. في شيء اسمه المانجمنت جروب اللي هي بتكون فوق السبسكريبشن، هاي الإدارة العليا. خلينا نقول شركة إلها هيد كوارتر مثلا في دبي، وإلها فروع مثلا في الهند والصين. ففي بيكون عندك سبسكريبشن بالنسبة للصين والهند، لكن فوق منهم في الإدارة العليا اللي موجودة بدبي. فبيكون هي عندها شيء اسمه المانجمنت جروب اللي هي بتكون عملية إدارة للسبسكريبشن اللي تحت منها. شايفين كيف بتصير الموضوع موزع هرميا؟ فالموضوع هو بيكون بسيط وسهل على مستوى الشركات الصغيرة، وبصير يزداد تعقيد وكبر، بصير يزداد تعقيد لما كل ما كبرت الشركة
وخصوصا لما بتصير انترناشونال. فهذا المخطط عم يشرح لك كيف السبسكريبشن عم بصير ضمن الريجن الوحده. مثلا عندنا مثلا اذا جينا لنفهم الموضوع، مثلا مانجمنت جروب بقلبها في عندك الاتش ار، فيها قسم الاي تي، فيها التسويق، هدول عندهم سبسكرايبين اشتراكين، الماركتينج عنده تحت منه اشتراكين، الاي تي في تحت منه البرودكشن، وتحت البرودكشن في له قسمين موجود بريجن وحده هون وريجن وحده ثانيه هون، وكل واحد في منه تحت منه في السبسكريبشن. تعدد السبسكريبشن بيكون حسب كل ديبارتمنت وشو البادجت تبعته. يعني في احيانا شركات بتقلك انا كل قسم فيها بعطيه بادجت خاصه فيه ليصرف على حاله، فمشان هيك هن بيعملوا سبسكريبشن حسب الاقسام. كمان هون في عندنا مثال عملي كيف نعمل ريسورسز جروب، حنحكي فيها بعدين ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا يا شباب، وحياكم الله.